اهلا بيك في اقوى كورس هتشوفه على اليوتيوب لين ان باللغه العربيه. صدقني انا دورت كتير قوي ملقتش حد منزل كورس اقوى من ده. وانت لسه بادئ ومتعرفش اي حاجه عن الاتمته ولا ان فحب اطمنك، انت في المكان الصح. في الكورس ده انا هاخدك خطوه بخطوه من الصفر لحد ما تبقى محترف، لحد ما تبقى قادر تبني اوتوميشنز تشتغل لوحدها وانت نايم، او لعملاء تدفع لك فلوس، بس بشرط واحد: تبدا وتكمل معايا. وخلي بالك، الأتمتة دلوقتي مش مجرد مهارة، دي أقوى وأهم مهارة في العالم لل20 سنة الجايين. الشركات كلها من أول أكبر بيزنس لأصغر بيزنس بيدوروا على ناس تفهم اوتوميشنز وتبني لهم أنظمة ذكية توفر لهم وقت وفلوس. يعني لو بدأت دلوقتي فأنت بتسبق السوق كله، بتتعلم المهارة اللي هتغير حياتك كلها. في الفيديو ده وفي باقي فيديوهات الكورس احنا مش هنتكلم كلام نظري، لكن كل حاجة معمولة هنا عشان تساعدك تبني أنظمة حقيقية توفر وقتك وتوفر فلوسك وتخلي شغلك ماشي حتى وانت نايم. اوعى تفكر انك لازم تبقى مبرمج ولا حتى عندك خبرة سنين، كل اللي محتاجه بس انك تفتح دماغك معايا وتكمل معايا الكورس وتنفذ خطوة بخطوة اللي بنفذه. ويلا بينا بقى نجيب الكورس في شوال ونسجل على منصة ان ونبني اول ورك فلو لينا. ودي هي صفحة ان اللي انت ان شاء الله وباذن الله هتعمل عليها اقوى اوتوميشنز. يلا get started. يلا نبدأ. هنا بيطلب منك بيانات عادي، اسمك، الايميل، وهنا بيقول لك اكد الايميل والباسورد، اسم الاكونت. انا هملى البيانات دي واكمل معاك دلوقتي. اهو وادينا اهو عملنا البيانات اهو، بنيت البيانات كلها. بيقول هنا في الفول نيم عمر حلمي، الاكونت عمر حلمي 800، مش ما علينا. الباسورد الاسم عمر يوتيوب. تعالى كده نأكد ان احنا مش روبوت. وهنا بص بيقولك بيدينا 14 يوم فري، فدي حاجة حلوة قوي. ان انت ممكن تجرب ان عجبك خلاص تمام، ما عجبكش ممكن عادي متكونش خسرت حاجة ولا تكون دفعت اشتراك. تعال نبدأ. حلو، سيف. فهنا بقى ايه الحاجات دي عادي انت ممكن تعملها، اي حاجة مش مهمة قوي. انا اي تي، اها، اي حاجة مثلا يوتيوب. ماشي، حلو اوي. ده بيقولك هنا لو انت عايز تدخل حد معاك في الاكونت، يعني انت مثلا تبقى الاونر بتاع الاكونت وحد تاني يدخل معاك، فانا هسكبها لاني مش محتاجة دلوقتي، مش معايا تيم، مش عايز تيم دلوقتي يدخل معايا في الاكونت ده. حلو. وده فيديو انيت ان منزلاه، بيعرفك تعمل ايه في الاول، تعمل تبدأ ازاي، الحاجات المهمة برضو مش مهمة اوي دلوقتي. ستارت. كده بعد ما سجلنا كل حاجة، سجلنا كل بياناتنا، ندخل بقى على ايه الواجهة بتاعت انت ان. كده احنا دخلنا بالاكونت بتاعنا. هنا بيقولك انك معاك 14 يوم تجرب في انت ان. هنا بيقولك معاك 1000 اكسكيوشنز. طب ايه يعني ايه اكسكيوشنز دي؟ اصلا دي عدد مرات تشغيل الورك فلوس اللي انت استخدمتها من اصل 1000 مرة مجانية في الشهر. يعني كل مرة بيتشغل ورك فلوس بيتخصم واحدة من ال1000، فهم كويسين وكافيين ان انت تجرب فيهم. تعالى كده نبدأ هنا مثلا ايه ورك فلو. تعالى كده هنبدأ ورك فلو من هنا بيرسونال. اديك اول ورك فلو نبدأه. حلو قوي. فهنا بيقولك بيرسونال اللي هو ايه المكان او الساحة اللي انت بتعمل فيها الورك فلو بتاعك. ماي ورك فلو احنا ممكن نسميه اي اسم. تعالى، فانا مثلا سميت الورك فلو بتاعي عمر يوتيوب. حلو. فبيقولك ان انت هنا ممكن تقدر تضيف تاج. ليه؟ حلو اوي الحته دي في ان انك ممكن تقدر تضيف تاج عشان تخلي الحكايه ايه منظمه شويه، يعني كل حاجه مع بعضها. يعني مثلا انا هعمل تاج هنا واسميه يوتيوب. عملت هنا التاج، انا سميت الورك فلو بتاعي عمر يوتيوب، والتاج عملت التاج اسمه يوتيوب. حلو اوي لحد هنا. طيب ايه ان اكتف؟ ده هنا الورك فلو مش متاكتف، مش نشط. فاحنا لما بنيجي نشغله بيبقى عندنا الورك فلو هنا نقدر نعمل له اكتف عشان ايه نقدر نستخدمه في اي وقت. واللي جنبها دي علامة الشير هنا، فدي لو عايز تبعت الورك فلو لأي حد تاني، سواء
لينك، سواء تبعتوله كملف، سواء اي حاجة. هنا هنا سيف دي لما تيجي تعمل عملت اي حاجة وعايز تحفظها فبتدوس على سيف دي. وهنا دي لو عملت اي حاجة غلط في الورك فلو فانت تقدر تدوس عليها هنا ويجيب لك التاريخ بتاع الورك فلو بتاعك، الحاجات اللي انت عملتها غلط، وترجع للنقطة اللي قبلها، بحيث ان انت لو غلطت في اي حاجة ما تكونش ضاع عليك تعبك. تعالى ايه هنا التلات نقط اللي ورا بعضهم دول. اول حاجة هنا عندنا حاجة اسمها دوبليكيت دي ان انت تقدر تخلي الورك فلو بتاعك اتنين. يعني مثلا انت عملت ورك فلو وعايز تعدل فيه حاجة بسيطة، فانت ممكن تعمل منه نسختين، تدوس على دي دوبليكيت دي ويبقى معاك اتنين من الورك فلو. الورك فلو التاني تقدر تعدل فيه حاجة بسيطة من غير ما تعيد الورك فلو من اول وجديد. فلسه هنشرحها ونتعمق فيها في الكورس ان شاء الله. داونلود دي انت تقدر تحمل الورك فلو بتاعك. تشينج اونر دي انت تغير الملك بتاع الورك فلو، لسه برضه هنخش فيها قدام. رينيم دي اللي هو تقدر تغير الاسم. فروم يو ار ال دي لما انت يكون حد باعت لك اليو ار ال بتاع ورك فلو معين وانت عايز تنزله عندك. هنا import from file لما حد يكون انت محمل الورك فلو از فايل كفايل وعايز تنزله برضو. والاعدادات دي مش هنحتاجها دلوقتي. حلو قوي. طيب ايه اد فيرست ستيب دي؟ دي بداية انشاء الورك فلو. لما تدوس عليها كده هتختار اول نود، اول خطوة في سلسلة الاتمتة. خليها كده، هنجيلها كمان شوية. تعالى كده بص معايا هنا. ايه اوفر فيو دي؟ اوفر فيو دي بتشوف فيها كل الورك فلوز اللي انت عملتها وكل المشاريع اللي انت عملتها. ما عملناش اي حاجه، ما فيش غير عمر يوتيوب ده اللي اول ورك فلو اللي احنا عملناه ولسه مش متاكتف، فدي ان شاء الله باذن الله هنحتاجها قدام. ايه بيرسونال دي؟ بيرسونال دي المساحه الخاصه بيك لوحدك، مش مشروكه مع اي حد تاني، فدي بتاعتك انت. لسه برضه هنتطرق ليها قدام. خلينا هنا، تعالى بص كده شيرد ويز يو. شيرد ويز يو دي هنا بتلاقي المشاريع اللي حد تاني يبعتلك لينك ليها او شاركها معاك. احنا مفيش حد بعت لنا اي حاجة فمش هنلاقي عند في اي حاجة. طيب ايه ادمن بانل دي؟ ادمن بانل دي فيها اعدادات متقدمة لحسابك. لو انت الادمن تقدر تتحكم في صلاحيات المستخدمين، فاحنا لسه ما دخلناش مستخدمين فبرضه مش هنحتاجها دلوقتي. تعالى بص معايا كده على templates دي. templates دي حاجة جامدة جدا 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 في انت ان. templates دي بص بيقولك معاك 2964 work flows automation templates. فان انت اصلا تقدر تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تستخدمها او ايه الورك فلو اللي انت عايز تستخدمه. وليكن مثلا انا هقول ايه AI. فانت بص هتلاقي كمية work flows قد ايه، كتير كتير جدا. تعالى كده ندوس على واحدة منهم. بيقولك هنا use for free، تقدر تستخدمه ببلاش. هنا بص كده مشروح لك الورك فلو كله، تقدر تعمل فيه ايه. اول خطوة تقدر تكبر من هنا وتشوف ورك فلو مشروح ايه اول ستيب، تاني ستيب، كل حاجة. فدي حاجة حلوة قوي جدا لو انت مثلا بتدور على ورك فلو جاهز. لو انت الورك فلو اللي انت محتاجه طلع جاهز وهنا مش هتحتاج تعمل كل الحاجات دي. تدخل ايه من هنا على طول، تاخد الورك فلو وتعدل بس في الصلاحيات اللي جوه اللي هي الكريدنشنز اللي هي بتوصل التطبيقات ببعضها اللي لسه هنشرحها قدام. تيجي هنبص هنا على الشمال تحت هتلاقي اسم المستخدم، ده اسم المستخدم الحساب بتاعك. تيجي هنا بقى عند دي، ده الفول سكرين. الفول سكرين ده لو انت الورك فلو مثلا بتاعك اتلخبط او كل حاجة راحت بعيد عن بقى وانت عايز ترجعها، تدوس هنا بيرجعه زي ما هو. حلو. هنا تعمل زوم ان، هنا تعمل زوم اوت. حلو. فيها اختصارات كتير اوي في انت ان في الكيبوردز هنستخدمها الايام الجاية، مفيدة جدا، بتوفر وقت جامد اوي. فلسه برضو الحكاية مشوقة اوي ممتعة اوي، فتحمس معايا كده ايه عشان ايه هنجيبها في شوال. ده هنا ايه لو انت كنت عامل هنا مثلا كذا ورك فلو بكذا نوت كذا حاجة هنا كده، تقدر تدوس على دي ترجع لك وتنظم لك كل حاجة. احنا عشان هنا ما عندناش حاجات كتير فمش موجودة. حلو اوي. تعالى بقى ايه اقول لك يعني ايه تريجر. احنا عندنا في انت ان حاجة اسمها تريجر، حاجة اسمها نوت. طيب يعني ايه تريجر؟ تعالى كده هنا بص، تريجر triggers what triggers this work flow.
طيب يعني ايه تريجر؟ التريجر ده هو البداية، هو اللي بيشغل الورك فلو كله. التريجر ده زي الزرار اللي بيبدأ بيه كل حاجة في الاوتوميشن. يعني الورك فلو مش هيشتغل لو مفيش تريجر، لازم يحصل حاجة تخلي السيستم يتحرك ويبدأ الشغل. مثال مثلا، التريجر ده زي مثلا حد بيبعت رسالة على تليجرام، ايميل وصل ده تريجر، حد ملا فورم ده تريجر، مثلا كل حاجة بتحصل كل يوم الساعة 9 ده تريجر. طيب ده هنا تريجر، جميل اوي. طب احنا عندنا كل التريجرز واحدة؟ لا، عندنا اول حاجة هو ده هنا التريجر المانولي. التريجر المانوال ده، التريجر المانوال ده يشغل الفلو لما تدوس على زر في انت ان بايدك. يعني بتشغل الاوتوميشن بنفسك من جوه الموقع، ومفيد جدا وانت لسه بتجرب او بتطور حاجة ولسه مش عايز تشغلها اوتوماتيك، عايز تجرب تعمل اوتوميشن بيرتب مثلا ملف اكسل، دوس على التريجر المانوال ده هنا، دوس على الزرار ده وهيتشوفه وهو بيشتغل فورا. حلو قوي. تعال نمسحه كده. طيب ايه اون اب ايفنت ده؟ اون اب ايفنت ده يشغل الفلو لما يحصل حدث جوه التطبيق زي تليجرام، نوشن، اير تيبل. اير تيبل ده لسه برضه حاجات هنعرفها قدام. يعني لو في اي حاجة حصلت في تطبيق معين، زي مثلا عميل بعت رسالة في تليجرام، الورك فلو يتحرك تلقائي. على سبيل المثال مثلا عميل بعت كلمة سعر على تليجرام، النظام يرد عليه تلقائي بالسعر من غير ما احنا نتدخل. ده يشغل الفلو في وقت معين كل يوم الصبح كل ساعة على حسب الجدول اللي تحدده. تعالى كده نبص عليه. يعني هنا بيقولك مثلا في أيام معينة تقدر ايه الأيام، الأيام اللي هنا، سواء مثلا الساعة ميد نايت، أي ساعة في اليوم. طيب الأوقات هنا المينت، الدقيقة صفر دي يعني الساعة 7 مثلا، لو احنا عاملينها هنا 4 صفر يبقى الساعة 4 بالظبط. يعني كأنك بتحط منبه كل يوم مثلا الساعة 6 الصبح ابعت الإيميل أو شوف حصل ايه. اون ويب هوك كل ده يشغل الفلو لما توصل إشارة HTTP زي موقع أو تطبيق خارجي. ده يعني مثلا إيه، ويب هوك ده زي جرس الباب بتاع الورك فلو، اي تطبيق خارجي يدوس عليه النظام يشتغل على طول. مثلا موقعك على فورم اشتراك، او عميل يملى الفورم يروح التريجر ده شغال على طول، يبعت له مثلا ايميل ترحيب او اي فورم سبمشن. دي يشغل الورك فلو لما حد يملى فورم معمول جوه انت ان. مثلا لو انت عملت فورم من جوه انت ان زي استبيان مثلا او ايه when executed by another workflow. ده بكل بساطة كده يعني عندك مثلا 2 workflow، واحد منهم بيشغل التاني. زي مثلا عندك workflow رئيسي وعايز تقسم الشغل بتاعه على كذا جزء، فتخلي كل جزء في الworkflow تاني وتشغله من جوه الworkflow الكبير. يعني ده يعني متقدم شوية، فلسه هنستخدمه قدام شوية، سيبك منه دلوقتي. المسج ده لما توصل رسالة شات زي تليجرام، ديسكورد، يعني اول ما يجيلك رسالة في تطبيق شات معين الورك فلو يشتغل تلقائي. ده مفيد جدا لو بترد على تلقائي على عملاء او بتنفذ اوامر حسب الرسالة. لا، على سبيل المثال العميل يبعت كلمة اسعار على تليجرام فينت ان يرد عليه على طول بالاسعار. وين رانينج ايفالويشن ده مش مستخدم كتير، بس هو عامة ايفالويشن اللي هو تقييم. النوع ده مش منتشر قوي، بس بيستخدم لما يكون في نظام تقييم في انت ان او حاجة مخصصة بتشتغل وقت فحص البيانات او خيار الاداء او اختبار الاداء. لو بتجرب مثلا جودة العملات في شات بوت معين ممكن تستخدم التريجر ده لتسجيل النتائج. تعالى بص كده معايا على التريجر ده. التريجر ده يشغل الفلو لما توصلك رسالة ايميل. اول ما يجيلك ايميل مثلا اني تاني يتحرك ويبدأ تنفيذ الخطوات اللي انت محددها له. يجيلك ايميل مثلا فيه كلمة فاتورة، اني تاني بعت له الفاتورة على طول. جميل جدا. بص كده بقى معايا هنا في ايرور تريجر. ايرور تريجر ده لو اي جزء في الاوتوميشن حصل فيه مشكلة او فشل في الورك فلو، ده يتحرك علشان يسجل الخطأ او يبعت لك تنبيه. لو انت عامل التريجر ده يروح باعت لك تنبيه لو فشل مثلا رسالة واتساب تليجرام، وحين باعت لك ايميل يقول لك حصل مشكلة كذا كذا على حسب ما انت عامله. MCP سيرفر تريجر ده بيستخدم لما تكون شغال على مالتي ايجنت سيستم او في سيرفر خاص بيتابع الايجنتس.
طيب ايه الحاجات ده نوع ادفانسد شوية، متقدم شوية. يستخدم لما تكون عامل نظام كبير شغال فيه على كذا ايجنتس، كذا شركة، وكل واحد ليه شغل، فده بيشتغل لما يحصل حدث معين في السيرفر بتاعهم. اخر اتنين هنا معايا انا init in و SSA trigger. دي trigger خاص ب init in، زي لما يحصل تحديث او تغيير في النظام. دي حاجات متقدمة وغالبا مش هنستخدمها خالص في البداية، لكن مفيدة لو بتبني داشبورد او سيستم بيراقب الشغل في init in. حلو قوي. تعالى بقى كده ايه، نبدأ. تعالى نضيف اول تريجر. طيب زي ما قلنا، يعني ايه تريجر؟ التريجر هو البداية او اللي بيشغل الورك فلو كله. التريجر ده زي ما قلنا هو زي الزرار اللي بيبدأ بيه كل حاجة في الاوتوميشن. يعني الورك فلو مش هيشتغل لو مفيش تريجر، لازم يحصل حاجة تخلي السيستم يتحرك ويبدأ الشغل. على سبيل المثال، تريجر ده زي حد يبعت رسالة على التليجرام، ايميل وصل ده تريجر، حد ملا فورم ده تريجر. لو بيحصل كل حاجة الصبح بتوقيت معين زي ما قلنا فده تريجر. وادي دلوقتي قلنا عملنا ايه، execute work flow، فالتريجر شغال تمام مفيش اي حاجة. حلو. فاحنا قلنا ده تريجر، تعالى نحطه هنا كده. تعالى كده ايه، نضيف نوت. طيب تعالى نقول مثلا هات لنا جيميل. حلو. فادي ضفنا هنا جيميل. عندنا مثلا حاجات كتير هنا، add the label to message، delete a message، get a message، حاجات كتير هنشرح كل حاجة في وقتها. بس دلوقتي انا عايز send a message. سيبك كده من الشاشة اللي ظهرت لنا دي وخلينا هنا. طيب احنا قلنا ده التريجر بتاعنا اللي بيشغل الحكاية كلها. طيب ايه بقى النوت دي؟ دي نوت. ايه النوت دي بقى؟ النوت دي هي الخطوة جوه الورك فلو. تخيل كده الورك فلو كأنه سلسلة من المهام، كل خطوة في السلسلة دي اسمها نود. كل نود ليها وظيفة محددة بتعمل حاجة معينة. مثلا عندك نود تبعت رسالة، نود تعالج بيانات، هنعرف ايه ده برضه قدام. مثلا نود تاخد قرار. لو الورك فلو بيتكلم، حلو، لو الورك فلو بيتكلم التاجر بيقول ابدأ، كل نود بتقول اعمل كذا. يعني لو انا عندي الورك فلو ده بني ادم بيتكلم، فالتريجر بيقول ابدأ. حلو، ابدأ الورك فلو. النود دي هي اللي بتقول كل حاجة هتعمل ايه بالظبط. يعني النود دي هي مهمة جدا جدا جدا. يعني احنا لو عندنا تريجر هنا واحد، تريجر واحد اول ما يجيلك ايميل جديد فده تريجر. النود اللي مثلا هتقولك حلل الايميل، حلو، دي اول نود مثلا على سبيل المثال، مش اللي هنا احنا بنتخيل حاجة. مثلا تاني نود بتقولك ابعت كلمة طلب، ابعت رد تلقائي. حلو، فدي كذا نود عندنا. جميل قوي. طب بص كده، عندنا حاجة هنا اسمها ستيكي نوت. ايه الستيكي نوت دي زي كأنك بتحط نوت صغيرة على الحيطة بتشرح فيها انت عامل ايه، بتفكر في ايه. النوت دي مش بتشتغل زي النوت العادية، لا دي انت بتكتب فيها انت عايز تكتب حاجة معينة. وبرضه هنا بص كده، دي ال init in docs اللي بتدور فيها على اي حاجة مش فاهمها. احلى حاجة في init in ان هي عاملة لكل حاجة شرح، اي حاجة انت مش فاهمها. عندنا حاجة هنا اسمها init in docs بيشرح لك كل الحاجات اللي انت مش عارفها. فهي للاسف كلها بالانجليزي، بس انت ممكن على طول في اي حاجه انت مش فاهمها تروح عامل لها كوبي، تعمل لها نسخ، تروح لشات جي بي تي وتساله السؤال وتبعتها له هيفهمك كل حاجه. تعالى نرجع هنا للنوت دي. حلو. تعالى احنا عايزين نعدل في النوت دي. حلو، تعالى كده ايه، نكتب في النوت دي. انا مثلا عايز اكتب، تعالى بس كده امسح لي كده النوت دي. انا مثلا عايز اكتب في النوت دي انا هعمل ايه. فانا هكتب مثلا بالعربي حتى، ارسال ايميل. فانا كتبت ايه، حلو، حطيتها هنا كده، هعملها هنا. انا هرسل ايميل، تمام، وكبرتها كده شوية، حطيتها هنا. فانا قلت ايه التريجر ده، انا هرسل ايميل اللي هو send a message. خليها هنا كده. تعالى كده هنا، احنا قلنا ايه، متوهش بس معايا، احنا قلنا ايه هنا الورك فلو، التريجر كده هتلاقيه هو اللي بيبدأ، هو اللي بيخليك تبدأ على طول. هنا ايه
send a message دي قلنا اول نوت بنحطها في التريجر. تعالى كده ايه نبدأ في اول نوت ونجرب ونعمل ايه اول اوتوميشن بسيط. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي، جميل. بس انا عايز اقول لك حاجه، كل اللي عملناه فهو نظري. يلا بقى نطبق ونتعلم اكتر واحنا بنطبق. تعالى كده add the first step. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها هو التريجر. تعال نخليه تريجر مانولي. فالتريجر مش هيكمل غير لما نحط نود. حلو، ادي اول حاجه التريجر. تعالى بقى نحط نود. جميل، تعالى نحط نود. عندنا انواع كتير من النود. تعالى وليكن نعمل نود ايميل. ايميل هنا عندي بيقول لي دخلنا دلوقتي على النود اللي اسمها ايميل، وهنا عامل لي 26 اكشنز. طيب يعني ايه اكشنز دي؟ ببساطة يا صاحبي، الاكشن هو الخطوة او الفعل اللي الورك فلو بينفذه بعد التريجر. يعني لما يحصل تريجر اللي بيشغل الورك فلو النود اللي بتعمل فعل. طيب فعل معين، ايه الفعل ده؟ هو ده بنسميه اكشن. النود احنا بنسميها اكشن. طيب تخيل معايا كده انك عامل ورك فلو كأنك سكرتير ذكي بيشتغل لوحده. اول ما يجيلك ايميل جديد فده تريجر. طيب تروح تبعته مثلا على تليجرام فده اكشن. طيب ايه الاكشن انت عملته ازاي؟ عملته بالنود اللي اسمها تليجرام وليكن. فانت تكتبه مثلا في جوجل شيت فده اكشن تاني عامله بنود اسمها جوجل شيت. مثلا تبعته لمديرك فده اكشن تالت وهكذا. تعالى بقى نضيف ايه الاكشن بتاعنا. عندنا هنا حوالي 26 اكشن، كتير جدا، كلها استخدامات معينة في النود اللي اسمها ايميل. النود اللي اسمها ايميل عندك add label to message، delete a message، get a message، get many messages، حاجات كتير. احنا كل اللي محتاجينه دلوقتي send a message اللي هو ايه؟ يرسل رسالة. حلو قوي. تعال ايه بقى الصفحة دي؟ الصفحة دي بكل بساطة بكل وضوح هي input parameters output. طيب يعني input output؟ input دي الحاجة اللي بتيجي من النود اللي قبلها. لو انا عامل كذا نود فهي بتجيلي من النود اللي قبلها. طيب الاوتبوت الحاجة اللي بتخرج لي هنا. انا الانبوت بيدخل هنا في parameters او settings، هنا بيخرج لي هنا output على حسب اللي انا هعمله هنا، على حسب البارامترز او الاعدادات اللي انا هظبطها هنا. طيب الانبوت ده بيجيلي منين؟ بيجيلي من النوت اللي قبلها. طب لو ما عنديش نوت قبلها، يعني مثلا انا عامل اول حاجه هي التريجر فمفيش نوت قبلها، فمش شرط يكون في انبوت بس لازم يكون في اوتبوت. فانا مثلا هظبط الاعدادات هنا. تعالى كده بص معايا هنا، سيبك من الانبوت دلوقتي. تعالى كده بص هنا. يعني ايه كريدنشال دي؟ ده بيبقى اذن للوصول ان انا اقدر اوصل للايميل بتاعي. تعالى كده بص معايا. تعالى نسجل هنا عادي، هتدخل بالايميل بتاعك عادي، وهنا هتدوس متابعة اهو connection successful. هنرجع هنا كده احنا عملنا كريدنشن، ادينا له اذن ان هو يتربط بالايميل بتاعي بكل بساطة. وهنا بيقولك ريسورس. ايه ريسورس دي؟ مسج ليبل درافت وهكذا. احنا دلوقتي مش محتاجين غير ايه؟ مسج عادية. خلي الباقي بعدين. and operation. ايه الاوبريشن ده اللي هيحصل جوه؟ ايه الحاجه اللي هتحصل؟ انا هديليت حاجه، هجيت حاجه، هاخد حاجه، همسح حاجه. فانا دلوقتي عاملين ايه؟ سنت، احنا هنرسل. وهنا بيقول لك تو. فانا هعمل ايه دلوقتي في تو دي؟ انا مين الايميل اللي مبعوت له؟ انا دلوقتي مبعوت سند مسج، فانت هتبعت لمين؟ انت هتبعت لمين؟ وليكن انا هبعت الرساله ليا انا دلوقتي كتبت الايميل بتاعي وانا هبعت للايميل عندي. طيب ايه السبجكت ده؟ السبجكت بكل بساطة هو العنوان بتاع الرسالة. وليكن مثلا انا هكتب في السبجكت افتح الرسالة. افتح الرسالة. جميل، حلو. طيب هنا الايميل تايب اللي هو نوع الايميل، هل هو تكست ولا HTML؟ فانا هعمله تكست. HTML دي لسه قدام شوية لما نكون عايز نبعت ايميل فيه الوان معينة او اشكال معينة، فخليها لسه قدام شوية. جميل. وهنا المسج بتاعتنا. طيب المسج هنا انا هكتب ايه جوه الرسالة؟ انا قلت هنا العنوان افتح الرسالة، انا هكتب ايه؟ كتبت له ازيك عامل ايه. جميل. تيجي نجرب. تعالى نعمل execute step هنا. ايه execute step دي؟ execute step دي انت بتجرب اللي انت عملته هنا ده عشان يخرج لك هنا
كاوتبوت، تمام، يتبعت الرسالة. تعالى، جميل قوي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ احنا عملنا execute step، التريجر بتاعنا اشتغل هنا اهو، عمل العلامة دي يعني اشتغل. جميل. ايه، خرج لنا هنا الاوتبوت، وعندنا هنا في الاوتبوت 3 اشكال هنا من فوق: جيسون اللي هو اختصار لجافا سكريبت، وهنا تيبل ان هو يجي لنا بالطول كده، وسكيما. سكيما معظم الناس بتفضل السكيما لان هي يعتبر اسهل حاجة واكتر حاجة شكلها حلو ومنظم. فاحنا دلوقتي الايميل اتبعت لنا هناك. تعالى كده نروح نبص على الايميل. هو الايميل مبعوت لي مني انا. في الايميل بيقول لي افتح الرسالة بسرعة على العنوان، والايميل بيقول لي عامل ايه دلوقتي. مبعوت لي ان الايميل ده مبعوت من NTN. طيب انا عايز اشيل الحتة دي، بشيلها ازاي؟ بكل بساطة باجي هنا كده، ادوس add option append NTN. تعالى هنا بروح شايل دي كده وابعت تاني. جميل. بعت ايميل جديد اهو، افتح الرسالة. جميل. ها، ازيك، عامل ايه؟ ومفيش العلامة بتاعت NTN. حلو قوي. طيب انا هنا دلوقتي خلصت وبعت الايميل وكل حاجة تمام، وهنا عندي الاوتبوت ده. طيب ايه العلامة دي؟ العلامة دي البين دي بتثبت الرسالة دي. هنغطيها قدام، يعني لسه هنشرحها بالتفصيل قدام، بس خليك زي ما تبقى عارف دلوقتي هي بتثبت الرسالة عشان انا ممكن استخدمها في النود اللي بعدها، لان الاوتبوت بتاع النود دي هو الانبوت بتاع النود اللي بعدها. يعني انا اللي بيخرج لي هنا كاوتبوت من النود بتاعت send a message، لو انا حاطط نود بعدها فهو ايه؟ الانبوت بتاعها. هنا هيبقى الاوتبوت، الناحية التانية هيبقى الانبوت. جميل. طيب انا ممكن اعدل في النود في الاوتبوت عادي. يعني مثلا لو خارج اوتبوت معين وانا عايز اعدل فيه، فانا ممكن اعدل فيه هنا. ممكن امسح حاجة معينة، ازود حاجة معينة، كل حاجة عندي متاحة. هل ده بس؟ انا ممكن ابحث عن حاجة معينة. لو انا خارج لي اوتبوت كبير فانا عندي الامكانية ان انا ابحث عن حاجة، وليكن انا هكتب ها، تلاقي لي كتبت اول رقمين من الاي دي، فتلاقي لي اول رقمين من الاي دي. بس كده. فلو انت ما عملتش الخطوات دي معايا، عيد الفيديو مرة كمان واعمل الخطوات واحدة واحدة معايا، عشان ما كنتش اتفرجت بس بل وطبقت ونفذت.